النهارده بقى هنكمل الدرس بتاعنا بعد ما أخدنا إيرادات بيت مال المسلمين وعرفنا إيه هي أهم المصروفات اللي أخدناها في الحصة اللي فاتت. النهارده هناخد الأنشطة الاقتصادية في الدولة الإسلامية. وطبعا إحنا عارفين سواء النشاط الاقتصادي في الدولة الإسلامية أو حتى في العهد الفرعوني كنتوا دايما يا ولاد بناخد إن الأنشطة الاقتصادية هي أهمها الزراعة والصناعة والإيه والتجارة، ونفس الكلام هناخده في العصر الإسلامي. وهبدأ بالزراعة زي ما انتم شايفين كده. والمسلمين كانوا دائمين الاهتمام بالزراعة، كانوا بيهتموا جدا بشؤون الزراعة. والسؤال ده كنت دايما بقوله لكم حتى وانتم في أولى إعدادي، كنت أقول لكم لما يجي لكم أي دولة أو أي حكومة أو أي إدارة اهتمت بالزراعة، على طول على طول يا ولاد لما يجي لي سؤال دليل يقول لي إيه الدليل إن هم اهتموا بالزراعة، أقول لكم مفيش اهتمام بالزراعة بدون الاهتمام بوسائل الري. طب زي ايه؟ او بطرق الري، طيب او مشروعات الري زي ايه؟ زي شق الترع وحفر القنوات واقامه الجسور. لازم الحاجات الثلاثه دول مفيش زراعه من غيرهم: شق الترع، حفر القنوات، واقامه الجسور. يبقى المسلمين قاموا بالثلاث حاجات دول: شق الترع، قاموا بشق العديد من الترع، وحفر القنوات، واقامه الجسور، واصلحوا كل الاراضي الزراعيه اللي كانت عباره عن ارض بور او ارض ما كانتش بتزرع. طب وده ادى الى ايه يا اولاد؟ ادى الى زياده الانتاج الزراعي او زياده انتاج الارض الزراعيه نتيجه لزياده جودتها. يبقى انا لما طول الوقت بهتم بالارض الزراعيه، طول الوقت بهتم بمشروعات الري واعمل لها الترع اللازمه واوصل لها عشان توصيل المياه، واحفر القنوات واقامه الجسور، واصلح الاراضي البور او الاراضي اللي ما كانتش بتزرع، يبقى ده معناه ان انا هزود جوده الارض الزراعيه وزياده الانتاج. يبقى ما النتائج المترتبه على اهتمام المسلمين بشؤون الزراعة وشؤون الري؟ أقول له أدى ذلك إلى جودة الأرض الزراعية وزيادة إنتاجها. طب لو جه وقال لي دلل على صحة العبارة إن المسلمين اهتموا بالزراعة، هقول له على طول لأنهم قاموا بشق الترع وحفر القنوات وإقامة الجسور وإصلاح الأراضي الإيه؟ الزراعية. طيب في كمان حاجة لازم تعرفوها، إن إحنا بندرس تاريخ إسلامي وبندرس عندنا السنة دي جغرافية وطن عربي. نفس الكلام انا هقول لكم حته كده جايه من التاريخ بس برضه هي مرتبطه بالجغرافيا، ان المحاصيل اللي موجوده في الدوله الاسلاميه متنوعه نتيجه لتنوع الايه؟ المناخ. طبعا الكلام ده احنا اخدناه في الجغرافيا بالتفصيل من الترم الاول. يبقى تنوع المناخ داخل الاراضي الاسلاميه ادى الى تنوع المحاصيل. طيب بما تفسر تنوع المحاصيل في الدولة الإسلامية؟ أقول له بسبب تنوع المناخ داخل الأراضي الإسلامية. طب ما النتائج المترتبة على تنوع المناخ داخل الأراضي الإسلامية؟ أقول له أدى ذلك إلى تنوع المحاصيل. تمام كده؟ يبقى عرفنا دلوقتي إن المسلمين اهتموا مع اتساع دولتهم بشؤون الإيه؟ الزراعة، وعرفنا الدليل على ذلك: شق الترع وحفر القنوات وإقامة الجسور وإصلاح الأراضي الزراعية، وأدى ذلك كله إلى كثرة الإنتاج أو زيادة الإنتاج الزراعي وجودة الأرض الزراعية. طيب الزراعة ازدهرت وكذلك الصناعة. يبقى النشاط التاني اللي هناخده هو النشاط الصناعي. طيب المسلمين عرفوا صناعات كتيرة جدا وأبدعوا يا ولاد في الناحية أو في الفن الإسلامي والعديد من الصناعات. وكمان الجمال اللي زي ما انتم شايفين كده، تعالوا كده نشوف. ادي في عندنا صورة اهي، شايفين الشكل ده؟ ده يا ولاد معروف ان ده الطابع الايه؟ الاسلامي، او ده فن ايه؟ فن اسلامي. طيب المسلمين عرفوا العديد من الصناعات. لما يجي يقول لي بما تفسر هم ليه ازاي عرفوا العديد من الصناعات؟ اقول له بسبب، او يجي يقول لي ازدهار الزراعه في العصر الاسلامي، اقول له على طول بسبب وفره المواد الخام اللازمه للصناعه في الدوله الاسلاميه. يعني ايه؟ يعني اي ازدهار للصناعه كنتوا بتاخدوه من رابعه ابتدائي، لما يجي يقول لكم بما تفسر ازدهار الصناعه في مصر، في الوطن العربي، اقول له بسبب وفره مقومات الصناعه اللي هي المقومات الطبيعيه والمقومات الايه؟ البشريه. طب هنا مش هيقول لي بقى المقومات البشريه والطبيعيه زي الجغرافيا، لا هيقول لي هنا بسبب وفره المواد الخام، وده مقوم طبيعي من المقومات اللي خدناها في الجغرافيا. يبقى بسبب وفره المواد الخام في الدوله الاسلاميه. يبقى عرفتوا الصناعه ازدهرت ليه؟ ازدهار الصناعه بسبب
توافر المواد الخام في الدولة الايه؟ الإسلامية. طب ايه الدليل على ان الصناعة كانت مزدهرة؟ لو جه وقال لي ازدهرت الصناعة وقال لي دلل او برهن، دلل او برهن على صحة العبارة، هقول له ظهر الجمال في او الابداع في الفن الاسلامي في العديد من الصناعات، زي او عن طريق الرسم والزخرفة والخط العربي في العديد من الصناعات. واذكر اسماء الصناعات بس، اللي هي ايه؟ عدوا معايا. رقم واحد الصناعات الفخارية، لانها اقدم الصناعات في التاريخ. ليه الصناعات الفخارية؟ زي ما بقول لكم عشان هي دي اقدم صناعة عندنا في التاريخ. يبقى دي من الصناعات اللي ظهرت في العصر او في العهد الاسلامي. اول الصناعات هي الصناعات الايه؟ الفخاريه. اتنين الصناعات المعدنيه. الصناعات الايه؟ المعدنيه. زي ايه؟ زي انتوا عارفين يا اولاد الاواني الفخاريه، زي البرام، زي عارفين انتوا الطواجن اللي ماما بتحطها في الفرن كده، زي كل الاواني الفخاريه. طيب الصناعات المعدنيه زي ايه؟ زي صناعات الأسلحة وصناعات الأواني اللي هي بتكون بقى من النحاس أو من الألمنيوم بعد ذلك، وبعض أدوات الزينة اللي بتصنع من الإيه؟ من الذهب، من الفضة، من النحاس إلى آخره. طيب الصناعات الثالثة هي الصناعات الخشبية. والصناعات الخشبية أو الصناعات اللي بتصنع من الأخشاب زي إيه؟ نفس اللي إحنا بنستخدمه دلوقتي، صناعة الأبواب والأساس اللي هو يا ولاد عفش البيت، الأساس اللي هو عفش البيت بأنواعه المختلفة، سواء بقى كان أسرة، سواء كان أساس، كراسي، موائد، حاجات كتيرة جدا منها صناعة الأساس. يبقى عرفت دلوقتي أولى وأقدم الصناعات اللي ازدهرت في العهد الإسلامي هي الصناعات الفخارية. اتنين الصناعات الإيه؟ المعدنية. الصناعات المعدنية اللي منها أواني الزينة، الأواني سوري أدوات الزينة والأواني المعدنية زي النحاس، وزي بعد ذلك الإيه؟ الألمنيوم، وصناعة الأسلحة. طيب بعد كده الصناعات الخشبية زي إيه؟ زي الأبواب والأساس بكل أنواعه المختلفة. طيب بعد كده صناعات المواد الغذائية أو الصناعات الغذائية، وأشهرها عصر الزيوت، زي زيوت زي زيت الزيتون وزيت بذر الكتان، ده كان من الصناعات المشهورة وقتها. وطبعا من الصناعات الغذائية تجفيف الايه؟ الخضر والفاكهة. ما كانش بقى فيه حفظ وتعليم، ما كانش فيه حاجات معلبات. تجفيف الخضر والايه؟ والفاكهة. طيب يبقى كده 4 صناعات: فخارية، معدنية، خشبية، غذائية. طب الصناعة الخامسة هي الصناعة أو الصناعات الإيه؟ الزجاجية، اللي بتصنع أصلا وإحنا أخدناها يمكن قبل كده في أولى إعدادي، وقلت لكم إن المادة الخام اللي بيصنع منها الزجاج هي إيه؟ هي الرمال البيضاء. الرمال البيضاء. طيب بعد كده عندنا الصناعات الإيه؟ الكيميائية. صناعات كيميائية زي صناعات العطور، الأدوية، الصابون، الأصباغ إلى آخره. يبقى دي كلها اسمها صناعات كيميائية. بعد كده عندي الصناعات الجلدية زي الوسائد والسيور. وآخر الصناعات هي صناعة المنسوجات. صناعة تقريبا مس عندنا 8 صناعات. نعم. مس يعني ايه السيوري مس؟ السيور عارفين يا أولاد؟ في حاجة كده، عارفين انتوا النعال؟ عارفين الأحذية؟ صناعة الأحذية. اه. هي السيور دي كان قديما كانوا بيلبسوا الأحذية بتكون مصنعة من في العهد الإسلامي كان فيه بعضها بيكون النعال مصنوعة من الخشب، والخشب ده بيبقى فيه له الغطاء، يعني عارفة غطاء الحذاء من فوق كده من الأعلى كان بيصنع من الجلد، ده اسمه سير. اسمه إيه؟ اه سير. السيور اللي هي كانت اوكي بتستخدم اوكي. في الاحذيه. يعني اعتبريها كده ان هي كانوا بيستخدموها في صناعه الايه؟ الاحذيه. الوسائد اللي هي المخدات، عارفين الاغطيه الجلد؟ ايوه يا مس. ايوه. والسيور في صناعه الايه؟ الاحذيه. طيب الصناعه الثامنه هي صناعه المنسوجات. وطبعا انا ما كانش عندي هنا منسوج، يعني نقدر نقول ايه؟ المنسوجات كان اهمها القطنيه والحريريه، ما جابليش الكتان ولم يذكر الكتان خالص. تمام. هقول تاني الصناعات من الأقدم
الفخارية زي الأواني الفخارية اللي كان بيستخدمها في حفظ وطهي الطعام. 2 الصناعات المعدنية زي الأواني والأسلحة وأدوات الزينة. الصناعات الخشبية زي الأساس بكل أنواعه المختلفة وصناعة الأبواب. الصناعات الغذائية زي عصر الزيوت، وقلنا زي زيت بذر الكتان وزيت الزيتون وتجفيف الخضر والفاكهة. والصناعات الزجاجية اللي كانت بتصنع من الرمال البيضاء. الصناعات الكيميائية زي صناعة الأدوية والعطور والصابون والأصباغ. الجلدية زي الوسائد والسيور. وصناعة المنسوجات القطنية والحريرية. يبقى زي ما ازدهرت كده، احنا قلنا دلوقتي ان الزراعة ازدهرت في العهد الإسلامي وعرفنا ايه الدليل والنتائج المترتبة عليه. نفس الكلام في الصناعة، عرفنا الصناعة ازدهرت ليه؟ بسبب وفرة المواد الخام في الدولة الإسلامية. وقلنا الدليل على ازدهار الصناعة جمال وإبداع الفن الإسلامي في كتير جدا من الصناعات زي الصناعات الثمانية اللي احنا قلناهم دول. وقلنا اللي ظهرت من خلال الرسم والزخرفة والخط العربي بأشكاله المختلفة. طيب كويس جدا. طيب بعد كده يا شباب هنروح دلوقتي التجارة. التجارة ازدهرت في العصر الإسلامي أو في الدولة الإسلامية زي ما ازدهرت الزراعة والصناعة. طب انتوا عارفين أول سبب يؤدي إلى هو احنا يا أولاد لما بنبيع سلع ومنتجات هنستورد ونصدر إيه؟ هنستورد سلع ومنتجات. طب السلع دي أنا بصنعها، يعني هي أصلا يا إما بتكون عبارة عن مواد خام زراعية، يا إما مواد مصنعة او سلع تم تصنيعها من الصناعات الثمانيه اللي احنا اخذناهم. يبقى لما يجي يقول لي بما تفسر ازدهار التجاره في العهد الاسلامي، اقول له على طول بسبب تقدم الزراعه والصناعه. تقدم الزراعه والصناعه في العهد يا شباب؟ في العهد الاسلامي. طب دي بس يا مس هي كل الاسباب اللي ادت؟ لا، هقول لكم بعد ما تقدمت الزراعه والصناعه على طول ده سبب رئيسي ومباشر ادى الى ازدهار التجاره، تمام. ولكن كمان المسلمين يا ولاد انشأوا كتير جدا من الاسواق. تعالوا بقى كده نحدد الاسواق والخانات. الخانات اللي هي ايه؟ اللي هي استراحات. الاستراحات. والاستراحات طبعا عشان كان اتساع مساحات الدولة الإسلامية كان يعني عارفين انتوا لما بنيجي نسافر المدينة بنلاقي فيه استراحات، والاستراحات دي بتبقى فيها ممكن نلاقي فيها مطاعم، ممكن بنلاقي فيها سوبر ماركت، في حاجات بنشتريها يعني وهكذا. يبقى هي كمان مكان للتسوق، تمام، اللي هي الخانات بتشبه الاستراحات حاليا يعني. طيب وبعدين كمان انشأوا الاساطيل البحريه التجاريه. حد يقول لي طب وده ماله مال التجاره يا مس؟ اقول لكم يا اولاد ما احنا هنصدر ونستورد بايه؟ انا السلع والمنتجات بتاعتي هسوقها ازاي؟ لازم يكون عندي اسطول بحري اسوق به المنتجات واصدرها للخارج، صح كده؟ يبقى السبب في ازدهار التجاره هو تقدم الزراعه والصناعه. 2 انشاء الاسواق اللي هنسوق فيها المنتجات بتاعتنا. والخانات، الخانات اللي هي بالمعنى او بالمفهوم بتاعنا دلوقتي الاصطلاحات. وانشأوا كثير من الاساطيل التجاريه او الاساطيل البحريه التجاريه. كمان المسلمين عملوا حاجه مهمه قوي قوي للتجاره، هي اصلاح الطرق التجاريه. عارفين يا اولاد الطرق الاول ما كانش فيه اسفلت بقى، احنا دلوقتي عندنا الطرق متسفلته والامور زي الفل. لكن وطبعا ما كانش فيه نقل بري ولا سكك حديديه ولا نقل جوي ولا الكلام ده. فكانت الطرق في البدايه غير ممهده، يعني الطريق ايه؟ تلاقوا فيه صخور، تلاقوا فيه جبال، تلاقوا طريق هضبي، تلاقوا فيه مرتفعات وعائق في الطريق. فده كله كان صعب جدا. بدأوا يعملوا عمليه اصلاح للطرق. يعني ايه اصلاح للطرق؟ يعني يمهدوا الطرق، بدل ما الطريق يبقى فيه مرتفعات كده اهو وتلاقوا فيه منخفض بعدها، لا، عملوا ايه؟ بيعملوا يعني زي ما تقولوا كده تسويه للطرق التجاريه او اللي بتمر فيها القوافل التجاريه. يبقى اصلاح الطرق التجاريه، يبقى ده سبب من اسباب ازدهار التجاره في العهد الاسلامي. وكمان التجار المسلمين، ودي بقى حطوا لي عندها كده خط مهم قوي قوي قوي. التجار المسلمين وتمسكهم بمبادئ الاسلام السامحه في البيع والشراء. ايه ده يا مس؟ طب هو ده كان سبب تقدم التجاره؟ اقول لكم ده مش بس سبب في تقدم التجاره، ده سبب في دخول كتير جدا من الناس في الاسلام. انتوا عارفين يا اولاد الاسلام دخل اندونيسيا ازاي؟ عن طريق التجار. ما فتح اندونيسيا
اكبر دوله اسلاميه، اكبر دوله في العالم فيها عدد مسلمين. والاسلام دخلها ازاي؟ مش من عن طريق الفتوحات ولا عن طريق الغزوات ولا اي حاجه. امال مين اللي دخل لهم الاسلام ووصل هناك لاندونيسيا وجنوب شرق اسيا؟ الاسلام دخل ماليزيا واندونيسيا ازاي؟ اقول لكم عن طريق التجار المسلمين اللي كانوا يا اولاد من شده السماحه بتاعتهم في عمليه البيع والشراء، كان عندهم سماحه، كانوا كانهم بالظبط كده. عارفين يا اولاد انتم ترجموا اخلاق الاسلام يعني ايه؟ يعني ما بيقولوش الاسلام دين السماحه والاسلام، لا ما بيقولوش، لا هم بيفعلوا. اقوالهم مش لا، هي افعالهم هي الاسلام. افعالهم بتقول قد ايه الدين الاسلامي ده دين عظيم. اذا كانت دي اخلاق المسلمين، فدخل الاسلام الى شبه الجزيره العربيه عن طريق التجار المسلمين، ودي بتاخدوها في ثانيه ثانوي للي بعد كده ان شاء الله يتخصص ادبي. يبقى زي ما بقول لكم كده، الأسباب اللي أدت إلى ازدهار التجارة: واحد، تقدم الصناعة والزراعة، إنشاء الأسواق والخانات اللي أنشأها الخلفاء المسلمين والولاة، والأساطيل البحرية التجارية، وكمان إصلاح الطرق التجارية وتمسك التجار المسلمين بمبادئ الإسلام في عملية البيع والشراء. طب ما النتائج المترتبة على أو عرف عن التجار المسلمين؟ الصدق والأمانة ومبادئ الإسلام السامح. أقول له على طول دخل كثير من الناس في الإسلام، ولو عايزين تحبوا تكتبوا الإسلام في جاوة، الإسلام في أندونيسيا أو ماليزيا، كل دول دخل لهم الإسلام عن طريق التجار المسلمين بسبب سماحتهم وتطبيقهم لمبادئ الدين الإسلامي يا شباب. ده تقريبا الأسباب، لو جه قال لي بما تفسر الأسباب التي أو ازدهار التجارة في العهد الإسلامي. التجارة في العهد الإسلامي زيها زي أي تجارة، بتنقسم إلى تجارة داخلية وتجارة خارجية. التجارة الداخلية دايما أقول إن هي حركة البيع والشراء داخل المدن الإسلامية وبين داخل، يبقى كلها داخل الدولة الإسلامية أو بين الولايات. يعني ولاية مصر وولاية الشام تبقى دي تجارة خارجية. هتقولوا لي إزاي يا مس؟ أقول لكم يا أولاد، ما هي مصر والشام كانت ولاية داخل الدولة الإسلامية، يبقى هم داخل دولة واحدة، يبقى دي كانت تجارة خارجية داخلية سوري. أما التجارة الخارجية هي حركة البيع والشراء اللي بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول المجاورة. يعني بين الدولة الإسلامية والهند تبقى تجارة خارجية. طيب بين الدولة الإسلامية وأوروبا يبقى خارجية. طب بين الدولة الإسلامية مثلا ودول وسط أفريقيا لأنها مش تحت الحكم الإسلامي تبقى تجارة خارجية. على طول دي تعريفات. يبقى يجي يقول لي أكمل انقسمت التجارة في الدولة الإسلامية إلى نقط ونقط، أقول له خارجية وداخلية. طب تعريف التجارة الخارجية وتعريف التجارة الداخلية لازم نحفظها. حركة البيع والشراء داخل المدن الإسلامية وبين ولاياتها. أما التجارة الخارجية هي حركة البيع والشراء بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول المجاورة. طيب ثواني يا شباب كده، احنا خلصنا النهاردة.